دي مهم جدا لكل مامي داخله عليها المدارس ومش عارفه تعمل ايه في اللانش بوكس بتاعتها، او مش عارفه مكونات اللانش بوكس الصحيه. تعالي اقول لك اعملي ايه. اول حاجه يا مامي لازم حفنه المكسرات. طب حفنه المكسرات ليه يا دكتور؟ عشان الدهون الصحيه بتاعتنا ويبتدي التركيز والذاكره، لان هي غنيه جدا باوميجا 3. تاني حاجه محتاجين منك حضرتك تحط لنا الالياف والفايبرز بطريقه كافيه ومناسبه للطفل. لايه هي الالياف والفايبرز يا دكتور؟ طبعا شرايح الخضروات او ثمره الفاكهه معانا. طب ايه تاني يا دكتور؟ محتاجين منك النشويات بشكل صحي ومناسب. زي ايه يا دكتور؟ شريحه التوست او الفينو الشوفان او العيش البلدي بتاعنا الاسمر العادي. ايه تاني يا دكتور؟ البروتين بتاعنا طبعا اوعى ننساه. ايه هي البروتين؟ البيض او الجبنه او الزبادي. طيب احنا المفروض ناخد في المدرسه حاجه من الثلاث حاجات دول، وبلاش فكره الكفته او البانيه والحاجات دي. خلينا في البروتين النباتي صباحا، وبعد كده لما يرجع لك البيت تديله البروتين الحيواني عشان نعمل توازن في البروتين بتاعنا. ايه الحاجات اللي احنا بقى نبعد عنها ونمنعها في اللانش بوكس نهائي؟ كيس الشيبسي اللي احنا معتادين عليه وده مضر جدا جدا للطفل. ايه تاني يا دكتور؟ محتاجين نشيل المعلبات والصودا بقدر الامكان، لازم نشيلها من اللانش بوكس بتاعتنا. وتالت حاجه طبعا المعجنات اللي هي بنستسهل الباتيه او الملطه او الحاجات دي. الثلاث حاجات تشيليهم من اللانش بوكس بتاعتك عشان الطفل يبتدي ينعم بالنشاط والطاقه، وطبعا التركيز بتاعه يزيد، لان الحاجات دي كلها هي اللي بتعمل خمول للطفل، وطبعا بيبقى حاسس ان هو ما عندوش اي طاقه ونشاط. اعملي اللانش بوكس زي ما بقول لك ومكوناتها، وان شاء الله الطفل هيبقى كويس جدا، ودمتم بصحه ودمتم بالف خير. شكرا.